مرحبا بكم. أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الأربعاء النائب البرلماني محمد أبركان بالسجن نافذ 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم. وتمت متابعة النائب البرلماني نفسه بناء على موقعه في تدبير جماعة إذان بإقليم الناظور بتهم الارتشاء والتزوير والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر. كما جرى الحكم بالحبس النافذ 1 سنة في حق نائبين لرئيس نفس الجماعة وغرامة مالية بقيمة 10,000 درهم لكل منهما، فيما قررت المحكمة تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان ابن البرلماني المدان وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح. جدير بالذكر أن قاضي التحقيق كان قد قرر في وقت سابق تمتيع جميع المتابعين بالسراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و25 مليون سنتيم مع إغلاق الحدود في وجوههم.